زميلتي نعيمة عاملة تقرير لطيف قوي عن تكاليف الزواج. التكاليف الزواج المرتفعة دفعت الناس ان هي لا تغالي في مطالبها. مش لازم، مش عارفة الثلاجة اللي كام قدم، مش عارفة لازم البوتاجاز اللي كام شعلة، ومش لازم الشبكة اللي مش عارفة ايه. يا ابني انت بتقدر بنتنا بايه؟ الحقيقة ان المصريين طيبين جدا وقادرين يتكيفوا حتى مع اصعب الظروف بلمحة انسانية وبمواقف انسانية. نشوف التقرير ونرجع. عندي 23، حاسس اتجوز مثلا عندي 37 سنه. اصلا مفيش حد هيتجوز لان التكاليف عاليه جدا. الارتفاع دلوقتي عموما في كل السلع. حاسس ان انا اتجوز على 2087. لو بعد 100 سنه مش هتجوز. الو، في 2017 يكاد السلام عليكم. يكون لو سمحت، أنا كنت مقدم على منحة خارجية في شركة ستيوارت اللي هي تبع حضراتكم. في العقد الثاني من العمر بقالي فترة يعني بأكثر من عيشة هادئة تجمعهم بشريك الحياة. يعني من قيمة كده 3 أسابيع شهر. في ارتفاع تكاليف اسمي الزواج بما لا اسمي أدهم سليمان محمد العوض. لأغلب أبناء جيله. ده اسم رباعي. عشان يقدر يجيب اه اقل واجب 150 الف. ومعايا السي في بتاعي فيه اكسبيرينس كتير ونزلت تريننج كتير. حضرتك ممكن تعمل سيرش عندك على الكمبيوتر هتبان لك كل الداتا بتاعتي في شركة جيتس كام. وقلت اتصل يعني استفسر ايه سبب التأخير في الرد او في حاجة مثلا حصلت، مشكلة حصلت فانتوا ما اتصلتوش عليا كده. اوكي تيك يور تايم. الجهاز ب 2000 بقى ب 6000، من 3 ل 8. ارقام خياليه وارقام فلكيه. موروثات مصرية اعتاد عليها المواطنون حتى تحولت إلى عرف سائد في المجتمع، حتى ايه؟ أصبح الزواج أشبه بحرب اقتصادية، بدءا من شراء وحدة سكنية وتجهيزها، مرورا باقتناء الأثاث والأجهزة الكهربائية، وصولا تمام. إلى المهر والشبكة وحفل الزفاف. الشباب من دولت دلوقتي معاه 50-60 ألف هيعمل بيهم إيه؟ الحديد كان ب5 دلوقتي بيوصل من 9 ل 9,200 9,300 ولذلك يعني عارفين ليه؟ نناشد إن الحكومة هي تعمل مصانع للحديد. بيعلي بمزاج. احنا كشعب هنروح فين بقى؟ احنا عارفين انا بجهز بنتي وعندي 4 بنات بجوزهم، مش عارف اجوزهم ازاي. انا جاي اشتري جهاز بنتي النهارده وكل حاجه غاليه. الحاجه اللي كانت من شهرين 3 مثلا ب 2300 دلوقتي ب5 وب6. مش لاقي اجهز خالص. 3 بنات مش عارفه اجهزهم. الاسعار كل يوم في زياده. يعني احنا من 15. بعد أن بات حلم الزواج ضمن خانة المستحيلات.